السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في قناة نورا كويزين. بما انه ضروري الكيك في العيد، فاليوم ان شاء الله غنتقسم معكم كيكة اللي هي سهلة اقتصادية، واهم حاجة اللي هي لذيذة بزاف بمذاق القهوة لعشاق القهوة. فبسم الله على بركة الله، تشوفوا معايا الطريقة والمقادير في نفس الوقت ان شاء الله. بسم الله. عندي هنايا 4 حبات ديال البيض. فاليوم ان شاء الله غنخدم معكم الطراب كهربائي، فكيف ما تقدروا تخدموا بالطراب يدوي كيما بغيتوا تخدموا. فنزيدوا بشر ديال الليمون او تعملوا فاني. كنزيد كاس ديال السكر سنيده، ودائما بالقياس ديال العنبه، كاس ديال العنبه. كنطرب شويه، وكنزيد هنايا كاس ديال الزيت النباتيه، وكنطرب بهذه الطريقه هذه. كنزيد كاس، عندي كاس ديال الماء. كنزيد حوالي مغروفه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، كندوبها في الكاس وكنزيد انا الخليط. فهاد الكيك كيجي لذيذ بزاف. كنزيد انا الخليط وكنخلط المزيج ديال القهوه مع الخليط حتى كينسجم. وكنزيد الدقيق هنايا، غربلت الدقيق ما تصورش معكم، فكنزيد الدقيق هيدا على هذه الطريقه هذه. ضروري نغربلوا الكيك في نغربلوا الدقيق في الكيك. وكنزيد مغروفه ديال كاكاو مور. فالكاكاو كيتواتى مع القهوه بزاف وكيعطي واحد المذاق اللي هو لذيذ. وكنخلط بالخلاط حتى كينسجموا لي المقادير. ودابا كنزيد معكم مايزينا اللي هي اختياريه، تقدروا تعوضوها بالدقيق، فانا كانت عندي عملتها، فلا ما كانتش بلاش. فهي كتعطي واحد الهشه، واحد الطراوه في الكيك، كتجي بنينه. وصافي دابا نقدروا ندخلوا في الكيك اي مكسرات عندكم. انا عندي هنايا حبيبات ديال الشوكولا والتمر، نتوما اي حاجه عندكم وكتبغيو اي حاجه فتقدروا تزيدوا على هذا الكيك هذا. عندي هنايا شويه الكركاع، فنعمل النصف ونصف، نخلي حتى الاخير للتزيين. وصافي على هذا الشكل هذا فكيكون الكيك ديالي واجد. وصافي دابا غنعملوه في مول اللي هو مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، وندخلو الفرن على 180 درجه من تحت ومن الفوق. وندوزو نحضروا معكم الصوص ديال الشوكولا اللي كيجي فوق منه. كنعملو هنايا كاس مع مرشي ديال الماء في كسرونه. كنزيد هنايا نصف كاس ديال السكر سنيده، 4 المغارف كبارين ديال السكر سنيده. هنايا عندي مغروفه ديال النشا ومغروفه ديال الكاكاو. وكنعمل هذا الخليط هذا فوق النار. عندي هنايا شويه ديال، بما انه الكيك ديال القهوه، فكنزيد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. وكنخلط هذا الخليط قبل ما ننزلو على النار، فكنخلطو بهذا الطراب اليدوي وكنعملو على النار على هذا الشكل هذا. كنخليوه حتى يعقد عي شويه وكنطفيلو. كنزيد شويه الزبده باش كيعطينا داك اللمعان وداك القوام مزيون. وكنخلط فهذا السيرو ديالي كيكون واجد. وكنزيد شويه ديال الشوكولا، اي شوكولا عندكم في الدار ديال الدهن. وصافي دابا الكلاصاج ديالي واجد وكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لامع
وكيجي ناجح 100%. وصافي دابا غنعملو فوق الكيك. كنعملو فوق الكيك ديالي على هذا الشكل هذا، وكنزينو عندي كركاع. وانتم كيف ما بغيتو تزينوا الكيك ديالكم بالشوكولا او اي حاجه كتبغيوها فتقدروا تزينوا بها، لكم الاختيار. فاهم حاجه الكيك كيجي ناجح 100% وكيجي طالع وهش وكيجي رطب من داخل. فكنتمنى تجربوه ويعجبكم. واللي عجبو هذا الفيديو فيخلي الاشتراك واللايك. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء